السلام عليكم ورحمة الله بلاش وبركاته. الحركة. رجعنا لكم في حلقة جديدة في برنامجكم سروباص. النهاردة حلقة مختلفة تماما، معانا ضيف عزيز علينا. بس زي ما عودناكم قبل أي حاجة برحب بكابتن محمود نبيل. ازيك يا كابتن هاي؟ ازيك يا كابتن اخبارك محمود، عامل ايه؟ رحب بالضيف بقى. الصديق العزيز. قبل ما ترحبوا بالضيف، الاهلي دلوقتي بيضيف الهدف الاول في مرمى بتروجيت. ده انت رحب أول بقى، بأول بقى على طول. رحب بقى بالضيف على طول. معاكم ومعانا أول ضيف في حلقات سروباص كابتن محمد طارق. ازيك يا كابتن منور يا ايمن؟ كابتن محمد. ازيك يا كابتن محمد، نورنا والله. ربنا يبارك لك ونور نوركم يا حضرات. بما انك جبت سيره الاهلي في البدايه، تمام. كلنا النهارده امبارح قصدي شفنا تجديد معلول وفرحه الاهلاويه وان انا واحد منهم. انت شايف تجديد معلول ده كقرار فني ولا قرار عاطفي؟ الاثنين، فني وعاطفي. بمعنى فني رقم واحد، لان ده مصلحة النادي. بتقول ان علي معلول من احسن اللعيبه، يكاد يكون احسن باك شمال في وجهه نظري جه في تاريخ النادي الاهلي. تمام. راجل امكانيات عاليه جدا، راجل النادي الاهلي اعتمد عليه فتره كبيره جدا من الفترات. هو اللي بيبني اللعب، وهو اللي بيطلع بالكره من الضغط، وهو اللي بيكتسب الكره معاك، وهو اللي بيمسك معاك الاستحواذ، وهو كل حاجه بجانب الجماهير. الراجل ده جاب لي بطولات وعمل معايا كتير جدا في الاهلي. الراجل ده كان مفتاح لعب. كان مفاتيح لعب، مش مفتاح واحد. الاوفرات اللي كانت بتتلعب، الكور السقطيات اللي كانت بتتلعب ايام لما كان حمدي فتحي بيخش يسقط جوه ال 18، كان اكتر حد بيعلم له كوره هو دايما علي معلول. برضه عطيه الله ما ادكش الامكانيات والحاجات الفنيه اللي كانت بيملكها علي معلول في الملعب. مش بقول لك استمريت مثلا ايه عطيه الله معلول مثلا عشان 35 السن سنة. بتاع عطيه الله كويس وشباب. اما علي معلول لا، لازم يتجدد. وبعدين النادي الاهلي معروف ان هو نادي كبير ونادي عريق، وبرضه اللاعب لما بيشيلك وقت طويل جدا انت بتستفاد منه، حتى لو قاعد على الدكه هتقدر تستفاد منه. طب مين يلعب من الثلاثه اساسي بالنسبه لك ومين احتياطي؟ رقم واحد عطية الله، رقم اتنين علي معلول في وجهة نظري، لأن برضو أنت بتشارك الدبيس في أوقات، والدبيس برضو مش بيديك بس الإمكانيات بتاع الاتنين. عمل اداء عالي. دفاعيا ما بيأديش. يعني انا واحد من وسط الناس اللي انا شايف ان هو دفاعيا ضعيف جدا في الادوار الدفاعيه. الكور كتيره اللي بتتلعب بعرض الملعب من الباك اليمين او الباك الشمال من الناحيه التانية بتقطع الملعب، وهو بيبقى على طول متقدم عند النص. هو انا معاك في النقطه دي. بالنسبه لي علي معلول يستاهل، ومع احترامي مفيش لاعب باك شمال في الاهلي يلعب على علي معلول حتى لو عنده 40 سنه. بس انا بالنسبه لي كان قرار، حتى لو هو مش فني قوي، هو كده كده لسه مستمر 6 شهور. معلش انا هقطعك في كلام. علي معلول يديني كام دقيقه في الملعب؟ 30 40 50. مش هيدينا اكتر من 70 كده دقيقه 60 دقيقه علشان امكانيات الدوري بتاعتك بتقول الكلام ده. طب هو انت امبارح رايح حتى كاس قال لك- عالم، اه انت رايح ماشي. كاس عالم وهتقابل فرق الاعداد البدني بتاعهم عالي جدا. مظبوط. هل علي معلول هيقدر يديك 90 دقيقه في ممكن الملعب؟ تلعبه بقى جناح لما هو قال لك ايه ممكن توظفه انت بقى ودنيتك مثلا في طريقه خطتك في الملعب. ممكن انا حسيت مثلا ان هو ممكن يفيدني قدام، ممكن العبه جناح. في مثلا بن شرقي، في تريزيجيه، دول لسه جايين في الكلام. بس انا بالنسبه لي خبره علي معلول هتفيد الاهلي. انت كده كده لسه قدامك 6 شهور، وقال لك نزلني الملعب واحكم عليه. هو لازم ينزل الملعب. هو لازم المدرب ينزل الملعب، ولازم المدرب يكون حاطه من اول اختيارات ليه. لو انا موجود في اداريين النادي الاهلي هيبقى رقم اتنين عندي ومن الخيارات القويه جدا علي معلول. حلو. ليه مفاتيح كتير جدا في الملعب، ويقدر يغير لك خطة اللعب بالكامل. اسطوره حيه في النادي. تنقل الخطة بتاعتك من 3-5-2 وتلعبه في نص الملعب، يقلب لك الدنيا فيه. يعني نروح لكابتن محمود نبيل. اهلا يا اخو، اهلا يا حبيبي. الصفقات اللي الاهلي عملها بدايه من مصطفى العش وجراديشير المهاجم، الاربع مساهمات تهديفيه في 70 80 دقيقه، في تريزيجيه لبن شرقي. انت شايف الصفقات دي كافيه ولا هي ارضاء للجماهير مثلا عشان تاخد صخب اعلامي ومكيده في الزمالك زي ما الناس كانت احنا بقى نقعد كل فيديو نتكلم عن صفقات الاهلي. دي كام مره كامل بنتكلم فيها عن صفقات الاهلي؟ بس في ناس جايه تطلع مثلا لا بن شرقي 30 سنه ممكن ما يدكش، هو اصلا كان جاي مشطب. تريزيجيه بعد ما شطب كره جاي لك. في ناس ممكن صفقات كانت افضل منهم الاهلي ممكن كان يقدر يجيبهم الفتره الحاليه، في ظل انك مثلا صفقات يناير بتبقى مضطر انك بعقود معينه بارقام معينه، الاهلي بادجت معين بيبقى عايز يجيبه، ولا دول افضل الخيارات في الوقت الحالي؟ وعامه كفي الدفاع مصطفى العش انا شايف ان هي صفقه ممتازه، بس ما اروحش العبه باك شمال واستنى منه لاعب. انا عندي باك شمال بره. يعني مصطفى العش مدافع بيعرف يخرج بالكوره، بيعرف يكسر الخطوط، الباصات، التمريرات القصيره الطويله، الكلام ده كله. فلاعيب كوره
انت ما عندكش مدافع دلوقتي بنفس الفكره. بيعرف يطلع بالكره من تحت. ايوه، ما اروحش الاعب الاثنين المدافعين اللي عندي اللي ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره واللي بيعملوا كوارث دفاعيه واروح العبه هو باك شمال. فالصفقه دي كويسه، مع ان انا من رايي كان المفروض مدافع كمان. طب بس مصطفى العش صفقه ممتازه، بس يلعب اساسي. تمام. على الاقل هيجيب تعويض شويه من لمحمد عبد المنعم. المهاجم هيعوض ما فيش حد مثلا يعني كأفضل يعوضه في فكره الخروج بالكوره. تمام مظبوط. انت عندك في مصر قليل جدا لما تلاقي مدافع بيعرف يخرج بالكوره من تحت. دي حاجه. المهاجم من البدايه بتاعته ان هو بدايته مبشره، بيعرف يصنع فرصه، بيعرف يستحوذ على الكوره، بيعرف الكوره الثانيه، الكلام ده كله ينزل تحت كمحطه يساهم في اللعب، الكلام ده كله. انا شايف ان هو لحد دلوقتي حتى لو كانت الاختبارات اللي مر بيها قدام فرق مش اللي هي الفرق القويه، بس انا شايف ان هو هيجي منه مع الوقت. هيبقى حل وهيزق وسام كتير ان هو يعلى للمستوى بتاع وسام علشان يبقى فيه تنافس على المركز. فيا ترى اما وسام هيرجع بقى هيلعب بالاثنين مهاجمين ولا هيلعب بواحد ويركن واحد بره؟ ده اللي هنشوفه بعدين. دي منافسه هترد في الملعب. ما انا بقول لك ايوه على حسب خطه كولر بقى. بس في حاجه في اللعب ده، اللعيبه الطويله عموما بتبقى كورتها تحت رجلها ضعيفه شويه. اللاعب لما رمى الثرو بوشه الخارجي ده يدل ان هو اصلا الكره تحت رجله كويسه، مش قصه مهاجم طويل بيعرف يلعب بدماغه كويس، لا يعني اللي هو بيعرف يعمل اسيست ده مش سهل. تحرك من غير كوره هو اللي بيسهل عليه ان هو يعرف يقطع في مكان كويس فالكوره تجيله. فبدايته مبشره. بالنسبه لتريزيجيه جاي طبعا اخر الموسم هيلعب في كاس العالم للانديه. تريزيجيه حتى وان كان في اخر ايامه فيظل تريزيجيه. انت شايف طبعا ان هو مع منتخب مصر بيبقى هو الباين في الفرقه كلها. فيا ترى انا شايف ان الصفقه دي 50 شويه لارضاء الجماهير وشويه ان هو هيفيدنا. انت ما عندكش حد يلعب ناحيه الشمال دلوقتي، ممكن يفيدك في نص الملعب، وممكن يفيدك كتمانية في نص الملعب او تحت المهاجم، الكلام ده كله. او ممكن حتى مهاجم برضو كان بيلعبها مهاجم زي عمر مرموش. الصفقه اللي بعد كده بقى اللي انت بتتكلم عليها، نسينا الاول احمد رضا في نص الملعب من اللعيبه الممتازه، بس احنا لسه ما اتفرجناش عليه. بس هو من كاحصائيات وارقام من اللعيبه الممتازه، فلسه من في الملعب هنشوفه بقى. طبعا الصفقه بقى الاهم طبعا اللي الناس كلها بتتكلم عليها صفقه بن شرقي. انا شايفها 50 برضه. يعني انت شايف ان صفقه بن شرقي مش هيفيد الاهلي واللي هو عمله خلاص؟ لا هو طبعا بن شرقي اكيد هيفيد الاهلي طبعا، بس مش على حجم الصخب قصدك؟ ولا هو مثلا بن شرقي مثلا هو جاي افضل انها كان صخب اعلام يرضي الجماهير، بس كان في لعيبه افضل ممكن تفيدك 4-5 سنين، هو جاي 30 سنه. هو في لعيبه بس زي ما انت ما بتقول برضو السوق الشتوي بيحجمك شويه في الفلوس وفي كل حاجه وبتاع. اي فرقه هتروح لها عايزه لا يدفع المبلغ ده، والاهلي فيه صفقات بتضيع منه برضو على فلوس. يعني هقول لك على حاجه، بن شرقي مثلا الزمالك كان معروض على الزمالك بدايه الموسم، ما رضوش يدفعوا فيه 200,000 زياده، 200,000 دولار زياده، كانوا عايزين يقسطوا له المبلغ او ايا كان. فدي مشكلتنا في مصر برضو، بيبقى عايز اللاعب وبتاع والفرقه بتاعته طب احنا عايزين 200 زياده 300 زياده بتاع، فالموضوع ما بيمشيش. فدي معظمها الصفقه دي معظمها ارضاء للجماهير، وكفنيا طبعا هيديك في الملعب على حسب برضو، ممكن يلعب 10، ممكن يلعب جناح يمين جناح شمال، يلعب برضو في نص الملعب، الكلام ده كله هيطلع منه. بس انا شايفها برضو شغل الدوري المصري عندنا مكيده، بيراميدز بياخد من هنا، الزمالك بياخد من هنا، الاهلي بياخد من هنا، الكلام ده كله. طب ما انت شغل احتراف. ايوه زي ما كان زمان بيقولوا الاهلي مفضل الاسماعيلي والكلام ده كله. بيراميدز راح جاي خد لعيبه من الاهلي، خد 3-4 لعيبه من الاهلي، الزمالك نفس الحكايه خد من الاهلي، الاهلي خد من الزمالك، الكلام ده كله طبيعي. انت لو بصيت بره في اوروبا هتلاقي نفس الحكايه. بس احنا عندنا عشان احنا جماهير عاطفيه شويه اكتر من اللازم، والكلام ده للاهلي والزمالك، جماهير الاهلي والزمالك، فبتبقى الموضوع بالنسبه له بتبقى يعني حساس، وبيبقى غصه في القلب كده ان خدت اللعيب بتاعنا. يعني بن شرقي مع احترامي بن شرقي ما هوش مولود مثلا يعني هنا في مصر في الزمالك ولا في الاهلي ولا الكلام ده جاي من فرقه بره. الكلام ده هقول لك مثلا على امام عاشور، الكلام ده مثلا على ناصر ماهر، احمد حمدي، عبد الله السعيد برضو ايا كان مش جاي مش ابن من ابناء النادي الاهلي ولا الزمالك، كده جاي من الاسماعيلي، الكلام ده كله. فاحنا عندنا المواضيع بتاخد حجم كبير ووضع اكبر من حجمها يعني. في النهايه الكره للمتعه يعني، انما احنا بنوديها لحته ثانيه.
نروح بقى على اليمة التانية، الزمالك واللي بيحصل له. انت شايف كابتن محمد النتائج السلبيه اللي بيحصل منها الزمالك دي بسببها مدير فني، وقال لك بروس ممكن ما يكملش، ممكن يكمل، ممكن يجيبوا له مدير رياضي، اللعيبه مثلا فيها مثلا كواليتي اللعيبه في الزمالك مش على قد مسؤوليه نادي الزمالك، ولا الاداره، ولا القصه بتاعت الزمالك دي كلها ايه؟ تعالى كده اسأل اي حد بيلعب كورة، روح يلعب كورة النهاردة وعندك مشكلة في بيتك، هل هتدي نفس الاداء اللي انت بتلعبه زي ما بتدي ادائك الطبيعي؟ اكيد لا. انت عندك مشكلة جوه بيتك. فاللعيبه هتدي ازاي تفكير؟ لاعب الكوره لازم يكون جوه الملعب عنده تركيز 100% في الماتش، صح. عشان هي كوره واحده هتفرق لك الماتش كله. فانا لما يكون عندي مشاكل في الاداره ومشاكل في الفلوس واللعيبه ما بتاخدش فلوس ومستحقات الفلوس بلس الضغوطات، يعني انت لما بتبقى في غلطه تحكيميه في ماتش اهلي او زمالك، بتبقى في ماتش الزمالك مختلف اكتر شويه، لان الوضع في الزمالك متغير تفكير، شويه. برضو التفكير في وضع عام دايما بنبص لنقط معينة كده برضو في الغلطات التحكيمية، وهي برضو حاجة من وسط حاجات اللي في الكورة مش هتتغير. هي متعة كرة القدم، غلطة تحكيمية ماشي ومش غلطات تحكيمية ما فيهاش مشكلة، بس اللعيبة ذات نفسها نفسيا وذهنيا مش أحسن حاجة. فهي دي اللي مأثرة على اللعيبة تأثير جذري، رغم إن أنا واحد من نص الناس شايف إن الزمالك من أمتع الكور اللي بتتلعب في أفريقيا. في الوضع الحالي كورتها دايما كرة لا، هو ممتعة. الزمالك طول كزمالك عمرها فعلا، ايوه طول عمره. كزمالك ديت من امتع الفرق اللي بتلعب كورة، بس لا هي صح. حاليا في مشاكل كتير جدا، عايزين تدعيمات كتيرة جدا، عايزين لعيبة كتير، عايزين لعيبة في نص الملعب، عايزين لعيبة في الهجوم، عايزين راس حربة. الزمالك بقالها فترة كبيرة جدا ما بتلعبش براس حربة. انا سيف مش الدين مقتنع الجزيري. بيه. مش مقتنع بسيف الدين مش الجزيري؟ مقتنع بيه كراس ده حربة. هداف المنتخب مش وكان مقتنع هداف بيه. الزمالك. لا انا ما الزمالك اللي كانت بتجيب راس حربة زي حسام حسن، والزمالك اللي لعب فيها عمرو زكي، والزمالك اللي لعب فيها ميدو، مش الزمالك اللي بنتفرج عليها دلوقتي. لا هي ما فيهاش راس حربة، ما عنديش راس حربة. مصطفى شلبي مش اللاعب ولا الامكانيات اللي تديك في الزمالك. هو لاعب كويس بس يلعب في بقية الفرق الدوري المصري، منتصر تابع. ما يلعبش في فرقة من السوبر الدوري المصري. يا رقم واحد يا اما رقم اتنين، يا الاهلي يا الزمالك، دايما القطبين الكورة هم اللي موجودين في مصر كده. يعني بعد فلما رجال يكون الأعمال قطب، مثلا لما اتدخلت والمبالغ اللي اتضخت في النادي ممكن يأثر ده ويجيبوا مثلا صفقات، شايف إن هو اكيد 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 لما يكون في فلوس وفي صفقات هتريح اللعيبه. انا لو انا لاعب مستريح نفسيا والعقد بتاعي ما فيهوش اي مشكله، وبروح تدريباتي وبأدي اداء كويس فيه، انا هقدر ادي اداء كويس جدا في الملعب. وشفنا الكلام ده وقت من الاوقات، رغم ان مرتضى منصور كان بيعمل ضغط على اللعيبه، بس وقت من الاوقات كان مخلي الاداره مستقره بمشاكلها. بس لما يكون البيت مستقر بمشاكله احسن بكتير من لما بزيد عليه مشاكل كل يوم. فهو كان مخلي الاداره مستقره، مشاكل بس المشاكل ما بتتغيرش. بس احنا استقرينا على المشاكل دي، ما زودناش وما حملناش اللعيبه. احنا اتفرجنا في الوقت ده ان الزمالك كانت بتلعب كوره كويس. الزمالك وصلت لنهائي دوري ابطال، الزمالك لعبت معاك ماتش كويس جدا، انت ما كنتش بتكسب الزمالك بس ساعتها كان في باداء. كواليتي لعيبه مختلف، يعني في زيزو، في فرجاني، في طارق حامد، في بن شرقي، في انا واحد من مصطفى وسط الناس محمد. اللي انا شايف ان الزمالك فيها لعيبه كتير جدا في الكواليتي. احنا عندهم احسن باك شمال في مصر احمد فتوح. كان بالنسبه لي انا هات هو اللاعب ده واديله فلوس واديله امكانيات وخلي عقليه كويسه تقدر تدربه، والقوه البدنيه بتاعته يكون المدرب الاحمال بتاعه فاهم كويس، يكون واحد هو فاهم. طلب تجديد بارقام خياليه. هو يستاهل. لا مع احترامي في الدوري المصري لو انا مش راجل لاعب. لو انا وعمل ايه راجل برضه مع احترامي؟ هو لاعب كويس بس راجل هو ولا لاعب خد بطوله قوي. افريقيه ولا بقاله 5 سنين بتاخد بطوله دوري. هو كويس بس العبره بالنتيجه. طيب الباك الشمال يا يروح يا يغطي في المدافعين يا يرفع اوفرات قدام. هو راجل يقدر يخش لك في نص الملعب ويلعب لك 10. الكرة تحت رجله كويسة، بس الكرة لما تحت نزل رجله نص كويسة جدا، الملعب بتطلع كور من المدير رجله الفني كويسة جدا. ما اداش بنفس تأدية مركزه ان هو باك شمال. اي لاعب في الدنيا بيختلف مع كل مدير فني. يعني انت شايف ان الزمالك يعني ايه مش مستاهل انها اكتر من لاعب يجي لا لها؟ لا لا، ولا الزمالك كام لاعب عايز، مثلا محتاج الزمالك عايزة 6. يجيبه؟ الزمالك عايز 6. كام لاعب مثلا؟ حوالي 5. ايه مراكزهم؟ رقم واحد انا ما عنديش باك يمين قوي في الزمالك. رقم 2 عايز مدافع في الزمالك. الونش ما بقاش زي الاول، وحسام عبد المجيد مش المدافع السوبر اللي يشيل الزمالك. تمام. عايز بعد الاصابه برضه لسه عايز 6. دونجا مش اللاعب ال6 اللي بيدي ولا اللاعب اللي يقدر يشيل الزمالك. انا برضو واحد من وسط الاراء اللي بشوفها كده. عايز رقم 10 بديل شويه. عبد الله السعيد مش هيقدر يشيلك، وناصر ماهر عامل معاهم شغل كويس جدا، واحمد حمدي في نص الملعب عامل معاهم شغل عالي جدا. وفي شحاته برضو محمد لاعب شحاتة. كويس جدا 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 كمان. وعايز واحد مكان مصطفى شلبي وراس حرب. احنا جناحات. بنتكلم في 5. لا ما هو انا زيزو موجود.
هو يا دوب مش عارفين زيزو مكمل. انا عندي احسن لاعب في مصر. هو زيزو؟ زيزو احسن لاعب في مصر. بالنسبه لي امام افضل منه. آه، كان زيزو وجهة احسن نظر. لاعب بس علشان الوضع الحالي الضغوطات، لا. برضه عشان الضغوطات وعلشان النادي وعشان هو اللي حط مشاكل نفسه في النادي الضغوطات. هي اللي عامله مشكله. هو ما اللي حط بيغلطش نفسه في برضه. الضغوطات. انت في حاجه اسمها بجدد كل يوم من اولها. انا عاجبني الرقم ده اجدد عليه، عاجبني مش عاجبني ما اجددش. اللاعب ذهنيا احسن بكتير جدا من اللاعب لما هو يكون اللي- ذهني مستريح احسن بكتير معاك. جدا. انت اللي وضعت نفسك في المرحله الذهنيه. انت راجل كل شويه تقول لا انا همشي، لا انا عايز 150 مليون، لا عايز 200 مليون، لا عايز 3 فيلل في الشيخ زايد، لا عايز